انت ليه بتطلب من الناس؟ ليه ما بتطلبش من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ما بيكون عندك مشكلة بتروح تلجأ لفلان وعلان؟ ليه ما بتلجأش ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه انت مش شايف ان ربنا سبحانه وتعالى خلقك وقال لك انا ربك وانت العبد؟ انا خلقك عشان اعمل لك كل اللي انت عايزه. ليه ما بتطلبش من ربنا يا جماعه؟ ليه ما بنطلبش من ربنا سبحانه وتعالى؟ ليه ما بنطلبش كل حاجه من ربنا سبحانه وتعالى؟ عندي مشاكل في بيتي، يا رب حل لي مشاكلي. عندي مشاكل في شغلي، يا رب حل لي مشاكلي. نفسي في فستان، يا رب اديني الفستان ده. نفسي في ثلاجه، يا رب انا عايزه الثلاجه دي. ليه بنطلب من الناس يا جماعه؟ ليه ما بنطلبش من ربنا؟ ليه ما بنطلبش من ربنا يوسع ارزاقنا؟ ليه ما بنطلبش من ربنا يهدي لنا اولادنا؟ ليه ما بنطلبش من ربنا يصلح لنا كل امور حياتنا المتلخبطه بسبب ذنوبنا؟ ليه ما بنطلبش من ربنا يتوب علينا؟ والله يا جماعه انا بكلمكم عن واقع تجربه شخصيه. انا شفت ناس حواليا قلبهم معلق بربنا. هم بس اي مشكله عندهم يروح تفرش المصليه وتروح مصليه داعيه. والله العظيم شفتها انا بعينيا. ربنا اداها حاجات. هي لو بالحكم الدنيويه، يعني بالدنيا كده، لا الست دي ما كانش يجي لها كل الحاجات دي. لكن هي ايمانها بربنا قوي. انا ان شاء الله ربنا هيديني الحاجه الفلانيه، تقول بيقين ان شاء الله ربنا هيديني الحاجه الفلانيه. وهي ما معهاش حاجه، ما معهاش فلوس، ما معهاش شغل، ما معهاش تعليم. ربنا يديها الحاجه الفلانيه. عندها ابن مثلا مش شاطر في المدرسه، يا رب ان شاء الله يكون شاطر يا رب. وسبحان الله يتزق زق كده ان هو يتوظف ويشتغل ويكسب ويتجوز ويخلي ويفتح بيت ويبقى له شأن كبير، وهو اصلا ما كانش حاجة في الاساس بسبب الدعوة. فهي عارفة باب ربنا فين وبتروح له. تمام. وناس كتير كده زيها عارفين باب ربنا فين وبيروحوا له. لا تسألي يا عبد زيك ملوش اي سلطة في اي حاجة. والله العبد ما ليه اي سلطة في اي حاجة. طول ما انت بتتوكلي على الله سبحانه وتعالى حق توكله وتيقني بالله. مش معنى كده ان احنا ما ناخدش بالاسباب، لا احنا ناخد بالاسباب. يعني انا عايزه اخلف اروح اتجوز، مش هقول يا رب انا عايزه اخلف وانا ما اتجوزتش. هي دي الاسباب. يعني خدي بالاسباب واشتغلي واسعي واعملي كأن ما فيش يعني غير الاسباب. وادعي ربنا سبحانه وتعالى كأن ما فيش اسباب. تمام يا جماعه، لازم ندعي ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه. ادعي ربنا واطلبي ربنا كل حاجه. والله العظيم كل ابنك مضايقك ما تدعيش عليه، ادعي له ربنا يهديك، ربنا يهديك، ربنا يهديك. وانت بتصلي وانت في قيام الليل، تقومي ركعتين قبل قيام الليل، تقومي ركعتين اخر ساعه في يوم الجمعه. تمام. بين الصلاه والاقامه وانت صايمه وتفطري، في ساعه المطر، في كل اوقات استجابه الدعاء. كل اوقات عارفه ان فيها استجابه دعاء. ادعي ربنا وانت واقفه في المطبخ وانت في الشارع وانت في السوق. ما تنسيش ربنا ابدا عشان ربنا ما ينساكيش. خلاص. احنا يا جماعه ما فيش في ايدينا اي حاجه نعملها. احنا غلابه جدا، احنا بشر ضعاف. حتى الناس اللي بنلجأ لهم ناس ضعيفه جدا. ايه يعني ده ماسك منصب ولا ماسك سلطه هيعمل لك ايه؟ لو سالتيه مره هيرد عليك، مره سالتيه تاني مره هيقفل في وشك الباب. لكن ربنا سبحانه وتعالى بابه مفتوح. قومي قبل الفجر بنص ساعه، قومي ادعي ربنا سبحانه. ده نازل من السماء، نازل للارض يعني عشان يقول لك ادعوني استجب لكم. ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل كل ليله في ثلث الليل الاخير عشان يقول لاي واحد هل من سائل فاعطيه، هل مستغفر فاستغفر له. ربنا نازل لك وبيقول لك ادعي له، ادعي له وانت نايمه. بيقول لك ادعي له وانت نايمه. قومي يا حبيبتي، قومي صلي وادعي ربنا سبحانه وتعالى. وقولوا يا رب انا نفسي في كذا ونفسي. كلمي ربنا كده، قولوا نفسي في كذا في كذا وكذا وكذا. هيحققه لك والله. لو بعد سنه هيحققها لك، لو بعد 2 هيحققها لك. بس انت ما تزهقيش، ما تمليش. استغفار وصلاة على النبي وذكر وسيبك من الدنيا دي خالص، هتلاقيها جايه لك تحت رجليكي. لكن لو فضلتي بقى تلجئي لده وتلجئي لده وتلجئي لده وتلجئي لده، محدش النهارده هيديك بكره مش هيديك. يا جماعه ربنا بابه مفتوح، واللي عايز حاجه يطلبها منا، واللي عايز حاجه يقول يا رب يا رب يا رب، ما يقولش يا عبد، يقول يا رب. واللي فاكر ربنا عمر ربنا ما بينساه. وربنا هيديك حتى لو انت واسعى واشتغل واجتهد، وربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك. ومش عشان ما ادكش دعوه يبقى هي ما تكفاش الخير ليك. وربنا ييسر لنا حال جميعا يا رب العالمين ان شاء الله.